أهلا بيكم. معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض البسبوسة المرملة بكل تفاصيل نجاحها. أظبط وصفة بسبوسة ممكن تجربوها وتنجح معاكم من أول مرة، يعني مستحيل تنشف معاكم أو تطلع معاكم مكتومة، وهتفضل طرية لآخر قطعة. بسبوسة مرملة ودايبة وأحلى بكتير من الجاهزة. بجد يا جماعة البسبوسة دي كل حاجة فيها حلوة، شكلها ولونها وطعمها لازم تجربوها عشان تعرفوا قد ايه هي رهيبة. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس من فضلكم اعملولي لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واضغطوا على علامة الجرس اللي تحت الفيديو على طول علشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة. اول حاجة هنبتدي نعمل نوعين من الشربات، شربات تقيل هنضيفه مع مكونات البسبوسة، وشربات البسبوسة الخفيف اللي هنسقي بيه البسبوسة اول ما تخرج من الفرن. في كسرولة صغيرة كده هنبتدي نعمل الشربات التقيل، وهنحضره بنص كوباية من السكر وربع كوباية من المية وشريحة من الليمون، لان احنا مش عايزين كمية كبيرة، احنا عايزين بس 100 جرام من الشربات التقيل. هنقلب المية والسكر من النص كده تقليبة بسيطة، وبعدين نحط شريحة الليمون. وأول ما الخليط يبدأ في الغليان هنهدي النار ونسيبه حوالي 5 دقايق، وبعد 5 دقايق بيكون وصل للقوام المطلوب. بنضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا السكر، وبعدين بنطفي النار وبنسيبه يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هنحضر دلوقتي شربات البسبوسة الخفيف. في كسرولة على النار هنضيف كوباية وربع من السكر وكوباية ونص من المية وشريحتين من الليمون أو عصرة بسيطة كده من الليمون. بعد ما بيغلي أول غلوتين كده بنضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا، واختياري بنضيف معلقة من السمنة البلدي بتخلي ريحة الشربات وطعمه في منتهى الجمال، ومعلقة السمنة بنضيفها آخر حاجة بعد ما نطفي على الشربات على طول. وبعد ما الشربات بيبتدي يغلي إجمالي الوقت اللي بنسيبه فيه على النار حوالي دقيقتين 3، وبنرفعه من على النار على طول، لأن شربات البسبوسة بيكون خفيف عامل زي المية بسكر، ما بيبقاش تقيل زي شربات الحلويات الشرقية. هنسيب بقى نوعين الشربات اللي عملناهم يبردوا بدرجة حرارة الغرفة، ونبتدي دلوقتي نتعرف على مقادير البسبوسة. عندي هنا نص كيلو من سميد البسبوسة الناعم الخام بدون أي إضافات، بس مش عايزين السميد اللي هو عامل زي الدقيق. السميد اللي قدام حضراتكم ده هو ده اللي محتاجينه، وفي الوصفة دي ما ينفعش أكياس السميد الجاهزة، احنا محتاجين السميد السايب ومنه نص كيلو بس. وهنحتاج 150 جرام من السمنة الدايبة بدرجة حرارة الغرفة، يعني السمنة ما تكونش سخنة. وهنحتاج 150 ملي من الحليب الدافي، ودول 100 جرام من الشربات التقيل اللي حضرناه من شوية وسبناه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. وهنحتاج 250 جرام من السكر، وبمقدار السكر ده بتكون البسبوسة مظبوطة جدا وسكرها معتدل. وهنحتاج تلت كوباية من جوز الهند الناعم 20 جرام، ولازم يكون ناعم ما يكونش خشن. وهنحتاج معلقة ونص كبيرة من الحليب البودر، وهنحتاج نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وكده مكونات البسبوسة بتاعتنا خلصت. هنبتدي دلوقتي نعمل تركة هتخلي البسبوسة لونها وطعمها في حتة تانية خالص غير اللي متعودين عليها. في طاسة على النار هنبتدي نحط الجوز هند والحليب البودر ونحمرهم مع بعض شوية كده لحد ما لونهم يبقى لونه ذهبي فاتح، مش عايزينه يغمق، وعايزين نقلب باستمرار علشان لونه ما يغمقش مننا. واول ما نوصل للون ده هنشيله من على النار على طول ونفضيه في حاجة تانية عشان لونه ما يغمقش اكتر، ونسيبه يبرد في درجة حرارة الغرفة. ودلوقتي هنبتدي نحضر خليط الحليب. هنضيف كوباية الا ربع من الحليب الدافي كامل الدسم، وتلت كوباية 100 جرام يعني من الشربات التقيل اللي حضرناه من شوية، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضيف كوباية وربع من السكر، وهنقلب الخليط ده كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما. وبكده بقى خليط الحليب بتاعنا جاهز. نبتدي بقى نجهز الصينية بتاعة الفرن اللي هنعمل فيها البسبوسة. اهم حاجة في صينية البسبوسة ان يكون السور بتاعها مش عالي عشان وش البسبوسة ياخد لون واحد اثناء التسوية. عندي هنا صينية مقاس 30 بدهنها دهنة سمنة كده كتير شوية عشان تحمر لي قاعدة البسبوسة وتخلي لونها حلو كده، زي لونها من فوق لونها من تحت، ويبقى في النص لون البسبوسة فاتح. وكده الصينية بتاعتنا جاهزة. نبتدي دلوقتي نجمع مكونات البسبوسة مع بعض. في طبق واسع كده هننزل بالسميد الناعم وجوز الهند والحليب البودر اللي حمصناه، وهنقلب المكونات الجافة دي مع بعض كويس قوي علشان الجوز هند يبقى متوزع كويس قوي مع السميد.
وبعدين هنضيف عليهم 150 جرام من السمنة الدايبة اللي بدرجة حرارة الغرفة. وفي الخطوة دي هنبس السمنة مع السميد لحد ما تتغلف حبات السميد كلها بالسمنة، وده اللي بيخلي البسبوسة بتاعتنا مرملة ومظبوطة معانا. وبمجرد ما نلاحظ ان حبات السميد اتغلفت كويس قوي بالسمنة، هنضيف عليهم خليط الحليب والسكر والشربات التقيل. وفي الخطوة دي مش هنعجن، هنقلب من تحت لفوق كده لحد ما نتأكد ان الخليط اتوزع مع السميد كويس. ونوقف تقليب على طول عشان البسبوسة ما تنشفش مننا، لان التقليب الكتير في الخطوة دي بيخلي البسبوسة تنشف. وعلى طول هضيف خليط البسبوسة بتاعنا في الصينية اللي احنا مجهزينها، وهبتدي اوزعها كده في الصينية بكل سهولة. هو الخليط هيتفرد لوحده كده في الصينية. ممكن كده بالسباتولا بس كده اسوي السطح بتاعها، وابتدي اخبطها خبطتين كده علشان اتأكد ان الوش كله او السطح كله بتاع البسبوسة كله سوا واحد. وبعدين اختياري هبتدي احط على وشها مكسرات، ممكن تسيبيها سادة وبيبقى طعمها في منتهى الجمال. انا حطيت هنا لوز وبندق، وانتي المكسرات المتوفرة عندك تقدري تحطيها، مش شرط يعني لوز وبندق. وبعد ما بنخلص رص المكسرات بتبقى الصينية بتاعت البسبوسة بتاعتنا جاهزة. بندخلها بقى التلاجة ترتاح لمدة ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بندخلها على فرن حامي على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. ونشغل الفرن من تحت بس. اول ما الحروف تاخد لون نطفي الفرن من تحت ونشغل الشواية، وننقل البسبوسة للرف الاول من تحت علشان وشها كله ياخد لون واحد زي ما شفتوا في اول الفيديو. واول ما وشها ياخد اللون الذهبي الغامق شوية ده، نخرج البسبوسة على طول من الفرن ونسقيها بكمية الشربات اللي حضرناها كلها. ونحاول كده نوزع الشربات على الصينية كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ممكن في الاول كده تحسوا ان كمية الشربات كتيرة، بس هي لما بتقعد شوية كده ونبتدي كده نقلب الصينية شمال ويمين كده، هي هتمتصه كله ومش هتسيب شربات خالص على الوش، لان ده المقدار المظبوط للمقادير دي بتاعت البسبوسة. وبعدين انا بحب اغطيها حوالي ربع ساعة كده، وبعدين اسيبها تبرد وتتشرب براحتها تماما. وعشان تاخدوا منها قطعة سليمة وشكلها حلو كده، ما تقطعهاش في ساعتها. يعني ممكن تعملوها بالليل وتقطعوها الصبح او العكس، بيبقى شكلها تحفة في التقديم، وكل ما بترتاح اكتر بتبقى اطعم واحلى اكتر. ويا سلام بقى لو بولة قشطة كده مع قطعة من البسبوسة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ومعلقة من البسبوسة ومعلقة من القشطة، طعمها في منتهى الجمال. بجد يا جماعة أحلى بسبوسة هتاكلوها من إيديكم بالمقادير دي. بسبوسة مرمبلة ومن جوه فاتحة ودايبة، ولونها وريحتها وشكلها في منتهى الجمال. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو شاركوه مع قرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.